الطالبتين أماني عبدلي وسوسن وعلي وإشراف الأستاذ رياض الحجاج. تدور هذه المناقشة على النحو الآتي. نبدأ أولا بالاستماع للطالبتين لتقدم عرضا حول هذه المذكرة في حدود ربع ساعة. من بعد ذلك يتقدم الأستاذ المشرف السيد رياض الحجاج بأن يقدم هذا العمل، ومن بعده يتدخل الأستاذ بولبابة ليقرر هذا العمل، وينتهي الأمر إلي لأذهب ذلك أيضا وأناقش العمل وأعيد لكم الكلمة مرة ثانية. هذا هو تمشي العمل، ومن بعد ذلك تختم اللجنة بالتصريح بالنتيجة. نبدأ بكم. شكرا لكم سيد هذا العمل. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الأساتذة الأفاضل، أعضاء لجنة المناقشة المحترمين، يشرفنا ويسعدكم حضوركم معنا في هذه الجلسة العلمية لمناقشة حصيلة بحثنا العلمي. في البداية نرحب بالأساتذة والزملاء الحاضرين معنا، ونشكر عائلاتنا التي ساندتنا خلال هذه الرحلة البحثية التي أنجزناها نحن سوسن وعلي وأماني عبدلي تحت إشراف أستاذنا رياض الحجاج، الذي لم يبذل جهدا في توجيهنا وإرشادنا. وقد اخترنا أن يكون عنوان بحثنا الذكاء الاصطناعي ودوره في تنمية مهارة الإنتاج الإبداعي الدرجة الثانية والنموذج. وينقسم عرضنا اليوم إلى 4 محاور رئيسية نستهلها بمقدمة تمهيدية، ثم ننتقل بعدها إلى القسم النظري، يليها القسم التطبيقي وصولا إلى الخاتمة. المقدمة: تحول التعليم من الأسلوب التقليدي القائم على التلقين إلى التعلم البنائي الذي يجعل المتعلم محور العملية التعليمية، مما فرض تنمية مهارة الإنتاج الإبداعي لدى متعلمي الدرجة الثانية. ومع المتغيرات التكنولوجية المتسارعة برز الذكاء الاصطناعي كأداة حديثة تفتح آفاقا تربوية نحو الإبداع. السادة الأساتذة الكرام، ينبغي اختيارنا لهذا الموضوع باهتمام راسخ برؤية المدرسة التونسية الجديدة التي نسعى إلى تفعيل أدوارها والمساهمة في بنائها، ومن وعي بضرورة تجديد المقاربات التربوية لمواجهة تراجع مهارة الإنتاج الإبداعي لدى المتعلمين، استئناسا بالمبدأ القائل إن المعرفة تبنى. وعليه فإن اختيارنا لهذا الموضوع ينتج عن ثنائية متكاملة من الدوافع الذاتية والموضوعية. فإذا كانت الدوافع الذاتية تكمن باهتمامنا بعالم الذكاء الاصطناعي وعنايتنا باللغة العربية، مما ولد رغبة في تنمية مهارة الإنتاج الإبداعي لدى المتعلمين. وقد تعزز هذا التوجه من خلال ما لاحظناه ميدانيا من هيمنة الأساليب التقليدية في التدريس، مما أدى إلى ضعف في الإبداع وفتور في الإنتاج. فإن الدوافع الموضوعية تتمثل بالأساس في ضرورة مواكبة التطورات الرقمية وتوظيفها تربويا، إضافة إلى أهمية مهارة الإنتاج الإبداعي بالنسبة للمتعلم الدرجة الثانية، وذلك لدورها في تعزيز التفكير النقدي، خاصة وفي ظل قدرة هذه الفئة العمرية على التفاعل الإيجابي مع المتعلمين. وبناء على هذه التوجهات ننطلق إلى سؤال الجوهري: ما مدى مساهمة دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في تنمية مهارة الإنتاج الإبداعي؟ تبادرت إلينا من خلاله مجموعة من التساؤلات التي أردنا أن يجيبنا عنها الفعل البحثي. مدارها: كيف يمكن أن ندمج الذكاء الاصطناعي فعليا في الممارسات التربوية؟ وإلى أي مدى يساهم الذكاء الاصطناعي في تنمية مهارة الإنتاج الإبداعي؟ وكيف يمكن أن نوظف تقنية الذكاء الاصطناعي بما يضمن حماية خصوصية المتعلم والالتزام بالضوابط الأخلاقية؟ اقتضى هذا البحث إضافة إلى الأبواب الثابتة قسما نظريا تطرقنا فيه إلى المفهومات والأسس النظرية، وقسما تطبيقيا توجهنا فيه إلى المعلمين والمتعلمين والخبراء منصتين إلى الآراء ومتابعين للممارسات التربوية. انطلاقا من إشكالية بحثنا التقينا مجموعة من الفرضيات التي توجه مسار هذا البحث وتساعدنا على فهم متغيراته، وتتمثل في: الفرضية الأولى: دمج الذكاء الاصطناعي ينمي مهارة الإنتاج الإبداعي لدى متعلم الدرجة الثانية. الفرضية الثانية: يتم الدمج عبر أنظمة التدريس الذكية والواقع المعزز والألعاب التعليمية. الفرضية الثالثة: يطور الذكاء الاصطناعي مختلف مراحل العمليات الإبداعية. الفرضية الرابعة: التوظيف المراعي لنفسية المتعلم يجود الإبداع ويحترم الضوابط الأخلاقية والملكية الفكرية. القسم النظري تناولنا فيه أهمية الذكاء الاصطناعي وفق المقاربة التجديدية. جاء بابه الأول الموسوم بالمقاربات الإطار المفهومي للذكاء الاصطناعي والإنتاج الإبداعي في فصلين: عالج فصل
فصله الأول المفهومات الأساسية للبحث مثل الإنتاج الإبداعي والذكاء الاصطناعي، بينما تطرق فصله الثاني إلى مراحل تطور الذكاء الاصطناعي وأبرز تطبيقاته في التعليم. أما بالنسبة إلى الباب الثاني المعنى بالمقاربات الديداكتيكية والتربوية للإنتاج الإبداعي، فقد ركز على سبل توظيف تقنية الذكاء الاصطناعي في الإنتاج الإبداعي في فصله الأول، بينما اهتم فصله الثاني بخصائص متعلمي الدرجة الثانية والضوابط الأخلاقية والملكية الفكرية. بعد التطرق إلى الإطار النظري لهذا البحث سننتقل إلى القسم التطبيقي، حيث سنتبين صحة الفرضيات التي بنينا عليها هذا البحث، وينقسم بابه الثاني إلى فصلين. تحدث الفصل الأول عن الإطار المنهجي للبحث المتمثل في المنهج الوصفي والمنهج التجريبي المقارن، إضافة إلى مجموعة من الأدوات البحثية المتمثلة في المقابلة والاستبانات والدروس التطبيقية. أما الفصل الثاني فقد تناول مقابلة مع متفقدة في المادة الإعلامية وخبيرة في إدماج التكنولوجيات الحديثة في مجال التعليم. أفضت هذه المقابلة إلى أن الذكاء الاصطناعي يلعب دورا أساسيا في تنمية عملية التعلم ومهارة الإنتاج الإبداعي ومراعاة الفوارق الفردية، إلا أن هذا المشروع يعاني من صعوبات تتمثل في الأساس في ضعف تكوين المعلمين وتخوفهم من هذه الأداة التقنية. وجاء الباب الرابع المعنون بالدراسة الميدانية المقارنة والنتائج. احتوى فصله الأول على مجموعة من الدروس التطبيقية تمت المقارنة بين درسين تطبيقيين في مادة الإنتاج الكتابي للسنة الرابعة في المدرسة الابتدائية علي شمال بجابس. في الدرس الأول اعتمدنا مقاربة تقليدية اعتمدت على السبورة والمحامل الورقية. لاحظنا خلالها ضعفا في دافعية المتعلمين وتشابه في مستوى الإنتاجات. في المقابل في الدرس التجريدي اعتمدنا تقنية الذكاء الاصطناعي المختلفة المتمثلة في القصة الرقمية التفاعلية إضافة إلى السندات البصرية والألعاب التعليمية. لاحظنا من خلالها تنوعا في مستوى إنتاجات المتعلمين. ومن خلال مقارنة هذين الدرسين عبر شبكة التقويم المهاري لكل درس تبينا أن الدرس التجريدي قد ساهم في تطوير مهارة المشاركة والتواصل والتعاطف إضافة إلى الإنتاج الإبداعي. وهنا نبين أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة تقنية، بل هو فاعل في عملية التعلم والإنتاج الإبداعي، وهذا ما يوضحه مقطع الفيديو التالي. هي بالصوت ليس منكم. من المعلمين أن استخدام الذكاء الاصطناعي ساهم في تحسين جودة الإنتاج الإبداعي، وهو ما نتبينه من خلال الرسم البياني التالي. في حين أفاد 62.7% من المتعلمين أن استخدام الذكاء الاصطناعي سهل عليهم عملية الإنتاج والتعبير والإبداع، وهو ندركه من خلال الرسم البياني التالي. ومن هنا نستنتج أن الذكاء الاصطناعي يلعب دورا أساسيا في تنمية العمليات الإبداعية وتطويرها. وبناء على هذه النتائج الميدانية قمنا بتثبت من الفرضيات التي بنينا عليها هذا البحث، والمتمثلة في التالي. الفرضية الأولى: دمج الذكاء الاصطناعي بمهارة الإنتاج الإبداعي لمتعلمي الدرجة الثانية. تم التحقق من صحة هذه الفرضية حيث تبين أن الذكاء الاصطناعي يلعب دورا أساسيا في تنمية مهارة ابتكار الأفكار وتطويرها. الفرضية الثانية: يتم الدمج عبر أنظمة التدريس الذكية والواقع المعزز والألعاب التعليمية. تم التأكد من هذه الفرضية، تبين أننا استعملنا عدة تطبيقات ساهمت في خلق أجواء تفاعلية داعمة، وهذا ظهر جليا خلال الدرس التطبيقي الذي أنجزناه. الفرضية الثالثة: يطور الذكاء الاصطناعي مختلف مراحل العمليات الإبداعية. تأكدت هذه الفرضية من خلال الدرس التجريبي الذي لاحظنا فيه أن الذكاء الاصطناعي قد رافق المتعلمين خلال مختلف مراحل الإنتاج وصولا إلى المنتج النهائي. الفرضية الرابعة: التوظيف المراعي لنفسية المتعلم يجود الإبداع ويحترم الضوابط الأخلاقية والملكية الفكرية. قد تم التثبت من هذه الفرضية، إذ تبين أن الاستخدام المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي يساهم في تحسين جودة الإنتاج مع الاحترام التام
المتعارفات التربوية، والتي يمكن أن نلخصها فيما يلي. أولا، يفتح الذكاء الاصطناعي آفاقا للمتعلمين ويمكنهم من تطوير خيالهم. ثانيا، يقدم الذكاء الاصطناعي دعما مستمرا خلال عملية التعلم والإنتاج الإبداعي. ثالثا، يحتاج نجاح الذكاء الاصطناعي إلى معلم موجه وولي متابع لضمان الاستقلالية وعدم الاتجاه نحو الاتكالية. إن نجاح هذا المشروع يفتح مجالا لتطوير مهارة الإنتاج الإبداعي، ولا يكتمل هذا إلا عبر خلق توازن بين التدفق التقني والقيم التربوية، وهذا لا يكون إلا عبر تقديم عدة توصيات تتمثل في: أولا، يجب دعم المدارس بالوسائل الضرورية اللازمة. ثانيا، يجب تكوين المعلمين وتدريبهم على التوظيف البيداغوجي لأدوات الذكاء الاصطناعي المختلفة. ثالثا، يجب غرس ثقافة الاستخدام المسؤول لأدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لدى المتعلمين. السادة الأساتذة الأفاضل، نضع بين أيديكم ثمرة جهدنا البحثي الذي كنا نطمح أن يكون أشمل، غير أن ضيق الوقت المخصص للجانب التطبيقي إضافة إلى كونها التجربة البحثية الأولى لنا في هذا النوع من البحوث فرض علينا الاقتصار على مدرسة واحدة إلى جانب مجموعة من الصعوبات الأخرى التي تلخصت في محدودية الوصول إلى بعض التطبيقات الرقمية والمصادر، غير أننا سعينا إلى تقديم تجربة ميدانية جادة سنسعى إلى تطويرها من خلال ما ستقدمونه من ملاحظات. وفي الختام، نأمل أن يكون الذكاء الاصطناعي جسرا نحو تعلم أكثر إبداعا، فالمستقبل لمن يحسن استخدام الأدوات لا لمن يكتفي بامتلاكها. هذا جهدنا نضعه بين أيديكم في انتظار ما سوف تقدمونه من ملاحظات لتجويد هذا العرض. شكرا للسادة أعضاء اللجنة، وخالص عبارة الشكر والامتنان للأستاذ المشرف رياض الحجاج. في الجانب التطبيقي أو القسم التطبيقي كيف يمكن أن ينزل تلك المعارف النظرية من إطارها التطبيقي إلى المستوى الميداني وإلى مستوى الممارسة العملية. ويعني عندما نتحدث عن الممارسة الميدانية يعني الممارسة المهنية، وأنتما مشروع أستاذ أو يعني التعليم الابتدائي، يعني ربما الرؤية السليمة هي أن نفكر بشكل جدي في هذه الممارسة الميدانية الفعلية، وسيدوبابا أكيد يعني يحدثنا في هذا الجانب أفضل مني. الجانب قلت التطبيقي من نقاط قوة هذا البحث خاصة فيما يتعلق بالتنويع في الأدوات. التنويع في الأدوات، وهنا أسود لست يعني أدري هل يعني يمكن أن نعتبر التنويع في الأدوات علامة على ربما يعني قوة البحث أم لا؟ لماذا؟ لأن يعني التنويع في الأدوات من وجهة نظري هو سلاح محارب. ما يعني سؤال جوهري يطرح: لماذا نسعى إلى يعني إضافة أداة أخرى إذا كنا متأكدين أن الأداة الأولى قادرة أن توصلنا إلى النتائج التي نطمح إليها؟ فإذا أضفنا أداة ثانية للبحث، معنى هذا وكأننا نوحي للقارئ بأن ما نصل إليه من نتائج عبر الأداة الأولى يعني مشكوك فيه، ولهذا يجب أن نبرر. وأنا أقول لكم باستمرار وتذكرني هذا جيدا دائما في أي مرحلة من مراحل البحث أو في أي اختيار من اختيارات البحث يجب أن نقدم تبرير. إن اخترت أن يكون البحث بمجاله التطبيقي معتمدا على أداة واحدة يجب أن أبرر لماذا اخترت أداة. نوعت في الأدوات يجب أيضا أن أبرر التنويع في هذه الأدوات. صحيح أن التنويع في الأدوات يمكن أن ربما أن يكون نقطة مضيئة، ولكن يجب أن يكون مرفوقا بالتنويع. من النقاط التي لفتت انتباهي وكما قلت في البداية اطمأن إليها قلبي أنكما حرصتما على أنشأنا تجويد اللغة في المستوى المكتوب، لأن النسخة الصفر تسربت إليها الكثير من الأخطاء. وحرصتما في هذه النسخة على أن ربما يعني تصلح ما أمكن إصلاحه. وما أسعدني أكثر هو أن عرض المشافهة يعني حاولتما فيه أن يعني تقدم بلغة أعتبرها سليمة ويعني تكاد تخلو من اللحن. يعني
المشافهة ونقول نحن وليس خطأ، وهذا جيد وهذا يحسب لكما. أجدد شكري لكما على هذا العرض، شكري لكما على هذا الموضوع تحديدا، لأنه من الموضوعات من الموضوعات أو من المواضيع سمحت بالإحسان ليس بيننا، إذا نقول من المواضيع التي أنشأنا يعني يمكن أن نراهن عليها أو طير حمام بعيدك يا حبيبي، وأحلى الكلام غني لك يا حبيبي. رح طير حمام بعيدك يا حبيبي، وأحلى الكلام غني لك يا حبيبي. مبروك 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 عيدك يا حبيبي، واضحكي يا ايام اضحكي لحبيبي، وفرحي يا ايام فرحي لحبيبي، واضحكي يا ايام اضحكي لحبيبي، وفرحي يا ايام فرحي لحبيبي. مبروك 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 عيدك يا حبيبي. رح طير حمام بعيدك يا حبيبي، أحلى الكلام غني لك يا حبيبي. رح طير حمام بعيدك يا حبيبي، وأحلى الكلام غني لك يا حبيبي. مبروك 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 عيدك يا حبيبي. يا ايام المحبة والفرح والهنا، خليكي مع حبي ونسيني انا. يا ايام المحبة والفرح والهنا، خليكي مع حبي ونسيني انا. يا ايام المحبة والفرح والهنا، خليكي مع حبي ونسيني أنا. حبيبي يا أيام عالسعادة ينام ويوعى عالهنا، يا شمس لا تغيبي عن أرض حبيبي، لا تغيبي لا تغيبي.